تعرف إن في حكم مصر وهو عنده 11 سنة بس؟ يعني في السن اللي العيال لسه بيلعبوا كورة في الشارع كان هو قاعد على كرسي الخلافة بيؤمر وينهي وبيحكم مصر. طبعا مستغرب؟ ما تستغربش، كمل معايا بس الحكاية للآخر ويلا نبدأ. الولد ده كان اسمه أبو علي المنصور ابن العزيز بالله الفاطمي، لكن الناس عرفته باسم الحاكم بأمر الله، وبسبب قراراته الغريبة قالوا عليه أو لقبوه بالحاكم المجنون. وهو ابن الخليفة العزيز بالله، وأمه كانت ست اسمها أمة العزيز. ولما أبوه مات القصر كله اتقلب، وقرروا يخلوا العيل الصغير ده هو الحاكم. ومن هنا بدأت الحكاية اللي لحد النهاردة مليانة ألغاز. الحاكم بأمر الله ما كانش زي أي حاكم، كانت قراراته غريبة جدا، قرارات تخليك تقول إزاي ده حصل. مرة يمنع أكل السمك والجرجير، قال إيه؟ عشان خصومه أو أعدائه بيحبوا الأكلات دي، فقرر يعاقبهم ويمنعها من البلد كلها. ومرة تانية يطلع قرارات بمنع خروج النساء من البيت، وقال لك مفيش ست تطلع من بيتها ولا حتى تمشي في الشارع، وقفل المصانع اللي بتشتغل فيها الستات. والسبب حسب ما قالوا المؤرخين إنه كان بيغير جدا على الستات وخايف عليهم من الفتنة. ومرة يمنع شرب عصير معين أو يمنع أكل نوع معين من أنواع الفاكهة، وقال إيه؟ بيختبر صبر الناس، وبعدين فجأة كده يسمح بأكلها تاني. وساعات كان بيقفل المحلات بالليل، قال إيه؟ عشان الناس ما تسهرش ويمنع السهر. وفي يوم من الأيام أمر الناس يلبسوا لبس معين. يا خبر أبيض، حتى اللبس بيفرض رأيه فيه، ده غريب جدا. ده كمان كان بيخليهم يغيروا عاداتهم وتقاليدهم فجأة كده. يعني الراجل ده كانت قراراته كان فيها قسوة وكلها غريبة. واللي باين من الموضوع ده كله إنه كان عايز يفرض سيطرته ويخلي الناس تمشي على كلامه بالحرف. الناس اختلفوا في تفسير القرارات دي، في اللي قال إنه كان مريض نفسي، وفي اللي شاف إنه كان عايز يفرض هيبته ويثبت سلطته على الكل. بس بصراحة مش كل القرارات كانت سلبية، في بعض القرارات كانت إيجابية. الحاكم بأمر الله كان راعي للعلم، وأسس دار الحكمة وجاب فيها كتب وعلماء، وكان ليه إصلاحات في بعض الأوقات، وكان بيساعد الفقراء. يعني مش كله ظلم أو مش كلها قرارات قاسية. الحاكم بأمر الله كان ليه أخت اسمها ست الملك. ست الملك دي كانت واحدة ذكية وأذكى وأقوى سيدات القصر الفاطمي، وهي بنت العزيز بالله وأخته من ناحية الأب. الناس كانت شايفة إنها ست قوية وبتعرف تدير السياسة بذكاء شديد، وده خلاها تقدر تتحكم في كتير من المواقف داخل القصر. العلاقة بينها وبين الحاكم بأمر الله كانت مزيج من الحنان والتأثير والسيطرة، وكانت معقدة جدا. ساعات تبقى واقفة جنبه وتساعده، وأحيانا تبقى ضده. يعني مثلا ساعات كانت بتوجهه وتنصحه وتبقى قريبة منه جدا بسبب صغر سنه، وساعات كانت بتحاول تهديه لو قرر حاجة غريبة أو ظلمة، وتوضح له سلبيات القرار بطريقة سهلة. وكانت بتعرف تستغل صغر سنه لصالح مصالحها أو مصالح أشخاص معينة. مثلا لو حصل خلاف بينه وبين مسؤولين، كانت بتدخل وتهمس له مين الصح ومين الغلطان، بحيث القرارات تمشي زي ما هي عايزة. وأحيانا كانت بتمنعه من اتخاذ قرارات معينة ممكن تأذي الناس أو القصر. وأحيانا كانت بتحاول توجه القرارات دي لصالح ناس معينة أو حماية نفوذها داخل الحكم. ورغم كل ده كانت سند ليه، لأنه كان صغير ومسؤولية الحكم كبيرة عليه. باختصار، أخت الحاكم ما كانتش أخت عادية، دي كانت لاعب رئيسي في صناعة القرارات والسيطرة على المواقف داخل القصر. في سنة 1021 الحاكم بأمر الله خرج في نزهة ليلية فوق جبل المقطم، لكن دي كانت آخر خروجة ليه. خرج ومرجعش. بس الأغرب في الموضوع إنه معرفوش راح فين، لا لقوا جثته ولا أي دليل يقول حصل له إيه. وقتها ناس قالوا اتقتل. طيب إزاي؟ ده مفيش دليل على قتله ولا جثة ولا أي دليل. وفي ناس قالت
أخته ست الملك دبرت له مؤامرة عشان تخلص منه. وفي ناس لحد النهاردة بيقولوا لأ، ده ما ماتش ولسه عايش وهيظهر تاني آخر الزمان. ودول بقى أصحاب الطائفة الدرزية اللي اعتبروه مش بس حاكم، ده إمام حي وهيجي تاني آخر الزمان. وفي الآخر طلع إشاعات قوية إن أخته ست الملك لها دور في اختفائه، وهي اللي اتخلصت منه، لأن الحاكم بأمر الله في آخر أيامه كان بقى غريب جدا، وقراراته كانت شديدة جدا لدرجة إن الناس خافت منه ومن تصرفاته. وفي نفس الوقت ست الملك كان ليها نفوذ قوية جدا، وعايزة تفضل مسيطرة وتحافظ على استقرار البلاد. فلما لقت أخوها بقى خطر عليها وعلى الحكم، واتقال وقتها إن ست الملك هي اللي دبرت لاختفائه والتخلص منه. وبعد ما اختفى لا حد عرف ليه جثة ولا قبر واضح. والغريب بقى إن ست الملك بعدها مسكت زمام الأمور وبدأت تتحكم في الدولة بنفسها، وكأنها كانت مستعدة للخطوة دي. وده اللي خلى المؤرخين يفسروا ده بأن اختفاء الحاكم بأمر الله مش صدفة، وأخته ست الملك هي اللي اتخلصت منه وكانت وراء اختفائه الغامض. الحاكم بأمر الله كان طفل بدأ ملك وعاش 25 سنة بيحكم مصر رغم قراراته اللي كان معظمها غريب، ونهايته اللي لحد النهاردة لغز. يا ترى كان فعلا حاكم مجنون زي ما قالوا، ولا كان عبقري عصره بس الناس ما فهمتهوش؟ قولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان الحكايات اللي جاية أقوى وأغرب.